السلام عليكم. النهاردة هعلمكم طريقة رول كده باللحمة المفرومة والبطاطس. معايا هنا 4 بطاطسات، عملتهم بشرتهم كده بالمبشرة، وعملت عليهم بصلة مبشورة، وحط التوابل دلوقتي ملح وفلفل وكمون وسبع بهارات ومكعب ماجي وبيضة هنا هنحطها، ونقلب المكونات دي كلها في بعضها. بجد الوصفة دي جميلة وتنفع في العزومات كمان، هتبقى جميلة جدا وبتتقطع كده شبه السويس رول. معانا هنا صينية وفردة فيها زيت، او ممكن تحطي ورقة زبدة، الافضل انك تحطي ورقة زبدة. وهفرد كده بالمعلقة او بايدك، يستحسن بايدك عشان تحس الطبقة كلها متساوية بالصينية. انا كده هظبطها وبعدين هوريها لكم. تمام كده بعد ما دخلتها الفرن تلت ساعة بالظبط طلعتها على ورقة ألمونيوم. معايا هنا شوية بشاميل، بس انا مدخناه شوية. انت لو البطاطس طلعت معاكي ناشفة تخلي البشاميل السخن ينزل عليها، هيطرها لك على طول. ومعايا هنا اللحمة المفرومة، طبعا عارفين كلنا اللحمة المفرومة بتتعصج ازاي. هنزلها كلها افردها على البطاطس كلها. هي ما بتاخدش وقت في الفرن، يعني هي درجة حرارة 200 البطاطس، من 10 لربع ساعة كده على حسب الفرن كل واحدة، بس برضو تتابعيها كل شوية. تمام، انا هسوي كده اللحمة زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى هبدأ ان انا الف رول كده بالورق الالومنيوم. انت طبعا لو حطيتي ورقة زبدة هيوفر عليكي اكتر انك تقلبي وتعملي الكلام ده كله. لو حطيتها في ورقة زبدة من الاول في الصينية هتطلعيها على طول بالورقة بتاعتها. بصراحة دي خطوة نسيتها، بس حبيت ان انا اقولها لكم. هبدأ الف واضغط عشان يتماسك معايا. ماشي زي ما انتوا شايفين كده. بالراحة خالص عشان ما يتكسرش مننا. بس هبدأ ان انا اساوي واضغط كده زي ما انتوا شايفين. هي سهلة خالص وبسيطة ومبتاخدش اي وقت. هظبط الاطراف كده واوريكم الشكل النهائي. كده الشكل النهائي زي ما انتوا شايفين. وفاضل شوية من البشاميل سيحتهم، خليتها الصوص بتاعها خفيف. لو عندك كريمة ممكن تحط عليها برضو. وده الشكل النهائي بتاعها، جميل جدا. واظن انتوا شايفين الشكل عامل ازاي، ومش قادره اقول لكم على طعمها عامل ازاي. تحفه، ميكس البطاطس مع البشاميل مع اللحمه، جميل جدا. متنسوش الاشتراك في القناه واللايك.